اكتر 5 اكلات بتاخد اطول وقت في معدتك عشان تتهضم. اي حاجه فيها زيوت وحاجات كده صح؟ لا اكلات يعني اقول اسم الاكله يعني قول حاجات في الاكل حاجات يعني حاجات لحمه مثلا بالظبط. بيف ستيك إيه بيف ستيك رقم 1 في القايمه، وتخيل بياخد وقت قد ايه عشان يتهضم؟ قد ايه؟ ثانيه اقول انا بالايام ولا بالساعات؟ لا يعني بالساعات، بس ممكن ساعات عايزه اقولها لك انا قولي هموت واقول. الستيك بياخد من 24 ساعه ل 72 ساعه في معدتك عشان يتهضم. يا لهوي. اقول لك بقى يلا نتسحر ستيك. اكيد مش السمك. لا طب ده السمك ده انت بيتهضم وانت بتاكله اصلا. الخضار انواع معينه من الخضار بتقعد كتير في البطن. معرفش ده يعتبر خضار ولا لا، بس هو بقوليات وهو العدس، وبياخد من 4 ل 6 ساعات في معدتك عشان يتهضم. تخيل العدس رقم 4 في القائمه. دايما ناكل عدس بطننا توجعنا على طول من كتر ما قاعد جوه. حاجه بتتاكل على الفطار والعشاء. العيش. برافو، هو العيش، بس في حاجه تانية. انا كنت بديك هنت الحاجه تانية. انا جبت حاجه تانية خالص. بس هو العيش اللي هو من حبوب الكامله، يعني مثلا هول جرين زي مثلا بالقمح او كده. عشان كده بياخد وقت. هم بيخسسوا عشان بيفضل قاعد بيعمل شبع كتير في المعده. بالظبط، وهو اصح فعلا. وبياخد من 3 ل 4 ساعات عشان يتهضم، ورقم 5 في القائمه. حاجه في الفطار بقى، هات انت حاجه بسيطه سهله اساسيه على اي ترابيزه فطار. لبن. حاجه شرب ولا حاجه بتتعمل من اللبن. جبنه. الجبنه رقم 2. الجبنه في فلامانكو. الجبنه رقم 2 في القائمه، وبتاخد من 6 ل 8 ساعات عشان تتهضم. لا والله، لو واحد ما ياكلش جبنه تاني. لا كل جبنه عادي، انا بحب الجبنه جدا. ماشي. حاجه بقى غاليه شويه وتعتبر من المكملات. الكافيار؟ لا تعتبر من الحاجات مش الاساسيه في الاكل، وحاجات مكملات يعني. نوعها ايه؟ طبيعتها ايه؟ سناكس. يلا وغاليه. ايه السناكس الغاليه اللي إيه؟ المكسرات. برافو، وهو نوع من المكسرات، وهو الالمندز، اللوز. رقم 3 في القائمه، وبياخد من 7 ل 10 ساعات عشان يتهضم. لا اله الا الله. هو في ايه؟ الناس دي بتحب تقعد جوه كتير ليه كده؟ كده معمرين في المعده.